في حديث صريح مع مجموعة من رجال الفريزر. من عند العمليات اللي غزو المغربي هذا الموريتانيين وجينا جايين غزاوالين، احنا معتدين علينا ها ارضنا، وحنا يعرفوا هما عنا ما لنا نتنازلوا عن قد مثقال ذرة من هاي الارض، شبر واحد ما نتنازلوا عنه. سمعت؟ وهما ما هم حاسبين هاي الدولة اللي هي ما هم حاسبينها قاع دولة. الملك ولا الخيطير ولداده ما هم حاسبين هاي الدولة انها دولة. هاي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء واد الذهب هي الممثل الشرعي لهذا الشعب العظيم، بشبابه بكبيره بصغيره بمسطيه بمرته. لك سمعت؟ ايوا احنا كيفنا نصلنا طريق من عاد بل هذو الثوار اللي يكافحوا في هذا المغرب والموريتان، واحنا ما ندوروا حد يعطينا الحريه بذيك الحال، ندوروا نحكموها مدافع بالبندقيه، نحكموها بها. لك سمعت؟ اسوء احب من احب وكره من كره، مفهوم؟ وبذيك المناسبه ذيك هي يحسبونا احنا اليوم ما قادرين ما انتموا تالبين هذا الشيء لين ما يبقى منا، ولو ما يبقى منا الشير والعزوز انتموا نكافحوا على ارضنا. راكم جايين من العمليات؟ جايين من العمليات، ترجعوا جايين ونرجعوا ان شاء الله، وحنا هذو تراعي فينا بشيبنا نخبطوا وبعزايزنا رجالتنا وعلياتنا وشاشتنا العاد يقدروا يحملوا السلاح، يخبطوا راهم طالعين الاشبال وراهم يكافحوا عن ارضهم. لك سمعتوا؟ وبلاش مين حد اللي يبغى يسمع واللي يبغى ما يسمع، ما قادين احنا البر ما هي عندنا والغنم ما هي عندنا والحمير ما هم عندنا ولا عندنا ما هو شيء المطيره. والله ذي الارض اللي باقي حد له يقلع منا احنا ما نعاطينها، ما نعطوه ابدا، ما نتنازلوا عن شبر منها. هاي الثروات اللي عندنا احنا عطاها لنا مولانا وبلاش مين حد ما نعطوها. سمعتوا؟ احنا هاو ضريق جينا الا نزوروا عائلتنا هون ومرجعين قايسين ان شاء الله العمليات في المغرب وفي الموريتان، ومتفرقين على هذه الدول الثنتين. ذاك سمعتوا دول الغزو الثنتين اللي شاغلات فينا. راكم ناجحين بالعملية؟ ورانا ناجحين ان شاء الله، وما حمدنا مولانا وشكرناه، ما عندنا كون نحمدوا مولانا ونشكروه، ما لنا ظالمين حد، ما نعتدوا على مسلم. مولانا يقول لا اله الا الله جاي ما نشوف بالمكان ولا نعذبوه ولا نبطوه ولا نقتلوه. انسان جانا فرضنا يعرف عنه لا نقتلوه ونعذبوه ونهينوه ونقطعوا لحمه وباطنه وناكلوه. ايوه هذا هو.